عامل ايه يا معلم؟ لو انت بتحب مسلسلات الرعب والاثاره والغموض فانا النهارده جايب لك اجمد 5 مسلسلات رعب على نتفليكس حرفيا مالهمش حل. اول مسلسل هكلمك عنه هو مسلسل فروم. المسلسل نزل سنه 2022 وبيحكي عن عيله المفروض ان هم ماشيين على طريق، وهم في الطريق ده بيعدوا على قريه شكلها غريب ومش مفهوم، والاغرب من كده ان الناس اللي في القريه نفسهم اغرب من القريه نفسها. فانت هتعيش معاهم مغامره جميله جدا واحداث غريبه بتحصل، والمسلسل هيعجبك جدا جدا. المسلسل ده مكون من 10 حلقات، يعني تقدر تخلصه في قعده واحده، صدقني هيعجبك. تاني مسلسل معانا وهو برضه مسلسل رعب مكون من 10 حلقات، يعني برضه في قعده واحده يخلص، وهو مسلسل ذا هانتنج اوف هيل هاوس. المسلسل بيتكلم عن عيله اتنقلت من بيت لبيت، سابوا بيتهم وراحوا يقعدوا في بيت تاني. بيبدا بقى يحصل لهم حاجات غريبه ومش مفهومه بسبب بيتهم اللي كانوا عايشين فيه قبل كده. اتفرج عليه وصدقني هتعيش معاهم جو من الرعب والاثاره والغموض كده، هيعجبك جدا بجد. تالت مسلسل معانا وهو مسلسل يعني عمل ضجة كبيرة جدا لما نزل، ولحد يومنا ده هو عامل ضجة كبيرة جدا. المسلسل فيه أحداث غريبة، أحداث مش مفهومة. أغلب الناس اللي اتفرجت عليه قالوا ما فهمناش من المسلسل احداث وحاجات كتير غير لما اتفرجنا عليه مره تانية، بس كلهم اجمعوا على ان المسلسل ممتع جدا وانهم ما حسوش بثانيه ملل وهم بيتفرجوا. المسلسل اتعمل منه 3 مواسم، كل موسم 10 حلقات. غالبا معظمكم يعرف المسلسل ده وهو مسلسل دارك. فعليا المسلسل حلو جدا وهيعجبك من اول ما تبدا تتفرج عليه. ممكن بس تحتاج تركز شويه في الاحداث وانت بتتفرج عشان تعرف الدنيا ماشيه ازاي، لكن صدقني مش هتندم ابدا. نصيحة مني اتفرج عليه. رابع مسلسل معانا وهو مسلسل اسمه 3%. ده بجد المسلسل اسمه 3%، ولكن المسلسل هيعجبك جدا. المسلسل فيه نفس فكرة مسلسل سكواد جيم او لعبة الحبار. فكرة المسلسل بتقوم على لعبة بين الفقراء والاغنياء بيلعبوها مع بعض، واللي بيكسب فيهم بيكون من الفقراء ونسبتهم 3%، وال3% دول اللي لما بيكسبوا بيروحوا يعيشوا مع الاغنياء. بجد المسلسل حلو جدا، مش هتزهق في اي حلقه فيه. المسلسل نزل سنه 2020، اتعمل منه 4 مواسم وكل موسم 8 حلقات. اخر مسلسل معانا في القايمه وهو مسلسل نزل السنه دي من انتاج سنه 2024. المسلسل هو دارك ماتر. المسلسل ده بيحكي عن بطل بيتنقل فجأة لعالم موازي وبيقابل أشخاص ومواقف وحاجات كتير. مش عايز أحكي لك عنه كتير عشان ما أحرقلكش المسلسل، بس صدقني المسلسل حلو جدا وهيعجبك جدا جدا. المسلسل مش طويل، تقدر تخلصه بسرعة، وفي نفس الوقت هتندم لو ما اتفرجتش عليه. وبكده أبقى أنا قلت لك ال5 مسلسلات بتوع النهاردة. سلام.